السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير. معلش بقى، كان عندي ظرف كويس جدا والحمد لله ربنا تمه على خير وعقبال عند كل الحبايب. كان عندي فرح وربنا يرزقكم كلكم بأفراح حلوة لأولادكم ولقرايبكم ولإخواتكم، وتعيشوا أحلى أيام في سعادة وهنا وراحة بال. النهاردة رجعنا تاني نعمل بقى أكلاتنا الحلوة مع بعض. النهاردة هنعمل المكرونة البشاميل، وأول خطوة هنعملها هنعمل البشاميل. عندي حوالي 5 معالق من الزيت، نزلت عليهم بمكعب زبدة عشان دي طعم معايا الزيت كده. نزلت كمان ب6 معالق من الدقيق علشان اخد بقى بشاميل خطير جدا. وهقولك على كل خطوات البشاميل الناجح علشان يطلع معاكي كريمي وناجح جدا وما يكلكعش منك، لان في بنات كتير بتخاف من البشاميل ان هم يعملوه. نزلت بالدقيق طبعا كده على الزيت او المادة الدهنية اللي عندي، وابتدي اسخن فيها لحد ما تبتدي الدقيق بتاعي يتحمص كده تحميصة وريحة الدقيق تختفي علشان يبقى طعمه حلو كده ومميز معايا. ما شاء الله تبارك الرحمن. لازم افضل اقلب كده تقلبتين 3 كده لحد دقيقتين 3 علشان الدقيق بتاعي ما يكونش فيه طعم الدقيق واضح في البشاميل. شايفين معايا؟ لازم استمر بالتقليب كده، ولازم ده يبقى شكل وقوام الدقيق وهو في المادة الدهنية، ما يكونش متكتل، يبقى سايل شوية كده علشان يديكي نتيجة حلوة في النهاية. اما دي يتحمص معايا بنزل بقى بالحليب. انا عندي الحليب هنا مزوداه شوربة، يعني نص حليب ونص شوربة، عشان كده لونه مش ابيض حليبي، يعني زي نفس لون الحليب. زودته شوربة لان الحليب اللي عندي ما كانش كفاية، وعشان برضو نقول ان الشوربة ممكن تحل محل الحليب او نعمل ميكس ما بين الحليب والشوربة واحنا بنعمل البشاميل، وبيبقى طعمه حلو جدا وغني وكريمي وزي الفل. فمكست انا كده نص شوربة مع نص حليب، كانت متوفرة عندي الشوربة، ونزلت بقى بيها كده على الدقيق بتاعي بعد ما حمصته تحميصة كويسة، وايدي مستمرة بالتقليب، وبنزل بكمية كويسة جدا من الحليب في البداية علشان خاطر الدقيق بتاعي ما يكلكعش معايا ويعذبني بقى طول ما انا بقلب. فبيبقى فاكك معايا كده من البداية، وبفضل اقلب بقى لحد ما يغلي معايا ويبتدي ياخد القوام اللي انا عايزاه. اللهم بارك. زي ما احنا شايفين كده ابتدى يلف. هفضل مستمرة بالتقليب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ابتدى يتقل معايا. هضيف بس كده معلقتين من اي جبنه عندي. انا هضيف جبنه موتزاريلا، بتديله تست حلو جدا وبتخليه فيه مطه لذيذه كده وطعم مميز جدا. لو عندك جبنه كوبايات او عندك جبنه كريمي او جبنه مثلثات، اي جبنه متوفره ضيفي مكعبين او مثلثين منها، تدي تست حلو جدا للبشاميل وبتخليه غني جدا. وتفضلي مستمرة بالتقليب لحد ما تدوب. طبعا هشوف قوامه كده ما شاء الله اللهم بارك. زي ما احنا شايفين كده ده القوام حلو جدا بالنسبة لي. بخليه في البداية سايل شوية لان كل ما بيبرد بيتقل. بعمل له تيست كده على المغرفة، لو لقيته الخط مرجعش بيبقى ده القوام المناسب للبشاميل، ناجح جدا وبيبقى طعمه تحفة وكريمي جدا. ما تخليش البشاميل من البداية تقيل، علشان طبعا كل ما بيقعد بيبرد بيتقل، فلو خليتيه تقيل من البداية هيبقى المكرونة ناشفة جدا ومش حلوة. احنا بنحب المكرونة جوسي، فانا سلقت المكرونة طبعا 7 دقايق، ما بتهريهاش بالكامل لان لسه هتدخل الفرن مع البشاميل وبتكمل تسوية. باخد كده من البشاميل بتاعي كام كبشة كده واقلبهم في المكرونة عشان تبقى جوسي كده ومتنغنغة. انا بحب الخطوة دي جدا علشان البشاميل يدخل جوه حبات المكرونة كده ويخليها كريمي جدا. جبت الطاجن بتاعي بقى وهبتدي اخد مغرفة من البشاميل كده افردها في قاع البايركس زي ما احنا شايفين، وابتدي بقى اجيب المكرونة، هنزل بنص الكمية او اقل شوية
افردها زي ما احنا شايفين. وبعد كده بجيب العصاج بتاعي. انا العصاج عندي كان جاهز، كنت محضرة عصاج للجلاش وبعدين زودت الكمية وشلت منها جزء كده عندي في الفريزر لما بحتاجه. زي دلوقتي كده من الخطوات المهمة جدا اللي بتخليكي ترتاحي في اكلاتك او في طبخك، ان لما بتكوني بتعملي عصاج بتزودي الكمية وبتشيلي جزء من عندك في اي طبق فوم كده او في كيس او في اي حاجة او علبة تلاجة، ويبقى متوفر عندك وقت الاستخدام بتخرجيه، بدل بقى ما ترجعي تعملي بصل وتعملي وتعصجي وتاخدي وقت. بينجز معاكي، بتعملي جلاش، بتعملي مكرونة، اي حاجة بيبقى سهل معاكي. خدت شوية كمان من البشاميل حطيتهم فوق العصاج كده، وهجيب بقى باقي المكرونة اللي عندي اللي انا مغرقاها بصوص البشاميل وابتدي افردها على وش الطاجن او على العصاج، اغطيه بالكامل زي ما احنا شايفين لحد ما تغطي طبعا العصاج، ما تخليش فيه منه اي اجزاء باينه. وبعد كده هنجيب بقى البشاميل بتاعنا المتبقي نسقي بيه بقى الطاجن بتاعنا لحد ما يشبع بقى ويتنغنغ معانا. شايفين معايا اللهم بارك، حاجه تحفه جدا. البشاميل جوسي كده وكريمي وجميل، طعم الجبنه كمان واضح فيه، انا دقته طعمه خطير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. حطي بقى قد ما بتحبي المكرونه سايحه ونايحه كده زي ما انا بحبها، بتكتري البشاميل. بتحبيها ناشفه شويه بتقللي على حسب ذوقك وحسب الطريقه اللي بتحبي تاكلي بيها المكرونه بتاعتك. هنبتدي بقى نجيب الجبنه. انا مش بحط بيض بس ايه، بجيب الجبنه الموتزاريلا وابتدي بقى، لازم تكون فكه. من الخطوات الكويسه جدا اللي يخلي الجبنه الموتزاريلا تشد معاكي وتبقى سايحه، انك تخرجيها من الفريزر قبلها بشويه علشان اول ما تدخل الفرن تسيح وتمط معاكي. هنرش رشه حلوه كده خفيفه على وش الطاجن بتاعنا قبل ما يدخل الفرن علشان تديلنا لون حلو بقى وكمان تست جميل للمكرونه بتاعتنا. اللهم بارك. مش لازم تكتري بس وزعيها كويس جدا علشان الطاجن ياخد كله لون موحد ويبقى طعمه مميز جدا جدا، وكمان شكله كده يكون حلو ويفتح النفس. في الوقت ده انا مولعه الفرن طبعا من تحت ومن فوق علشان يسخن معايا، واول ما اخلص الطاجن كده واطبقه ادخله الفرن على طول على فرن متسخن مسبقا على اعلى درجة علشان المكرونة بتاعتي ما تنشفش معايا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ده شكل المكرونة بتاعتي بعد ما خرجتها من الفرن اللهم بارك. لسه بتغلي زي ما احنا شايفين، البشاميل سايح كده وما شاء الله اللهم بارك، شكله يفتح النفس. الجبنة مديالها لون حلو قوي، وطبعا احنا من الناس اللي بنحب المكرونة سايحة قوي والبشاميل جوسي كده، ما حبش المكرونة الناشفة. لو عايزة تاكليها ناشفة الأول نشوف مع بعض كده. شايفين اللهم بارك البشاميل الكمية بتاعته وفيرة جدا وخطير، الريحة ما شاء الله تبارك الرحمن وهمية، حاجة كده خطيرة. كده بقى نبقى عملنا المكرونة البشاميل، عملنا البشاميل وطبقنا الطبخة بتاعتنا ودخلناها الفرن وقلنا كل الخطوات اللي تخليها تطلع معاكي كريمي وناجحة جدا، والبشاميل اللي ما يكلكعش معاكي ويطلع غني كده وكريمي. طبعا لو عايزة المكرونة تبقى ناشفة أو متماسكة وتقدري تخرطيها وتطلع قطعة كده مربعة، ممكن تسيبيها لما تبرد خالص وتبتدي تقطعيها. لكن لو بتحبي تاكليها زي كده جوسي وكريمي زي وعندي مثلا في البيت كلنا بنحبها جوسي وكريمي، يبقى تاكليها وهي سخنة ولسه طالعة من الفرن، بتبقى بقى في أحسن حالاتها كريمي جدا وسايحة وطعمها وهمي جدا ما شاء الله اللهم بارك. جربي بقى تعملي المكرونة بالطريقة دي هتعجبك جدا. ويلا نسمي بالرحمن كده وناخد
قطع كده. انا عارفة طبعا ان هي مش هتتقطع قطع لان هي لسه طالعة بنار الفرن زي ما بيقولوا. اللهم بارك، بسم الله. شايفين معايا الجمال والروعة. انا من عشاق المكرونة السايحة بالشكل ده، مش عايزاها قطع، اهم حاجة عندي الطعم وتبقى سايحة ونايحة كده ومتنغنغة. لو حابين بقى تقدميها في عزومة او تعمليها قطع، يبقى لازم تسيبيها تبرد تماما وبعد كده تقطعيها، هتطلع معاكي متماسكة وزي الفل. النهاردة كان الفيديو بتاعنا عن المكرونة وازاي نعمل البشاميل وبطريقة ناجحة وسلسة جدا وما يكلكعش معاكي. يا رب النهاردة يكون الفيديو البسيط ده نال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو اول مرة تشوفوا قناتي، فضلا وليس امرا، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. و تشرفوني كده بلايك وكومنت حلو زيكم وشير علشان الكل يستفيد. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.